السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومناقصكم حتى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بريوات بالدجاج مالحين. المذاق ديالهم كيحمق، كيجيو مقرمشين وزوينين بزاف. انا صراحه درتهم لواحد العراضه كانت عندي، صراحه حمروا ليا وجهي، جو غزالين. ونبداو على بركه الله بطريقه التحضير. اول حاجه غادي ناخذ واحد بيصل اولا واحد جبانيه اللي غادي نخلطوا فيها العطريه. غادي ندير نص معلقه سكينجبير، نص معلقه الخرقوم، عندي كذلك الابزار، الملحه، وعندي واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه. غادي نضيف عليهم واحد نص كاس ديال الماء. تقدروا تضيفوا كذلك حتى الزعفران شعره، صراحه ما كانش متوفر عندي فقط اكتفيت غير بهذاك الخرقوم، هو اللي طلق ليا اللون. وغادي نحرك مزيان هذيك العطريه مع هذاك الماء. وغادي ناخذ الدجاج. بالنسبه للدجاج انا خديت غير الفخيضات ديال الدجاج، تقدروا ديروا صدر ديال الدجاج اولا دجاجه كامله، المهم اللي متوفر عندكم. انا غادي ندير كميه اللي هي قليله، زعما ماشي كميه كثيره، فغادي ندير فقط غير 3 ديال الفخيضات ديال الدجاج. وغادي نشرملهم مزيان مزيان في هذيك العطريه كيف ما كتشوفوا معايا. قبل ما نشرملهم فلحتهم واحد شويه بالموس باش داك العطريه تخليها لداخل وسط الدجاج. وغادي نخلي هاد الدجاج ديالي كيتشرب هذيك العطريه تقريبا واحد الساعه ديال ما كان هكا. حطيه في الثلاجه وقضي شغلاتك عاد رجعي ليه. المهم غادي نخلي الدجاج، من بعد غادي ناخذ واحد الطنجره وغادي ندير فيها بصيله مشلضه رقيقه، بحال الطريقه اللي كنحضروا بها التفايه ديال الكسكسو. البصله هكا كنقطعوها يعني تكون رقيقه وطويله بحال هكا. المهم بالنسبه للمقادير، اذا درتو كيلو ديال الدجاج غادي ديروا معها كيلو ديال البصله، زدتو ضعفتو مقادير ديال الدجاج غادي تضاعفوا البصله كذلك. صافي درت هذيك البصيله وغادي ناخذ هذوك القطع ديال الدجاج من بعد ما خليتهم مرقدين في هذيك العطريه تقريبا واحد الساعه ديال المكانه، غير غطيت عليهم وحطيتهم هكا في الثلاجه يعني تشربوا لي مزيان هذوك التوابل. غادي نحطهم فوق هذيك البصيله وداك العطريه اللي تبقات لي حتى هي غادي نخويها فوق منهم. وغادي نضيف معلقه صغيره ديال السمن ماشي حار بزاف يعني ماشي مجهد، سمن عادي المذاق ديالو زعما خفيف شويه، نص معلقه تكون عامره. وعندي هنا نص كاس ديال الزيت الروميه، من الافضل ديروا زيت روميه ما ديروش الزيت البلديه. وغادي نضيف نص كاس ديال الماء، يعني درنا نص كاس د الماء في الاول وغادي نضيفوا نص كاس د الماء الثاني، يعني في المجموع كاس د الماء اللي غادي يطيب فيه الدجاج. غادي نغطي عليه ونحطوه على نار اللي تكون مهيله حتى يطيب ليا تماما. صراحه هنايا انا طاب ليا بزاف بزاف، يعني بحال لو بغيت تفرتت ردوا له البال، يعني غير يطيب صافي غادي تحيدوه من هذيك البصله. حاولوا انكم تحيدوا هذيك البصيله تخليوها في الطنجره باش نعسلوها، يعني ما نهزوهاش مع الدجاج. المهم غادي نحاول انني نحيد هاد القطع ديال الدجاج. كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا الصدر ديال الدجاج، انا درت غير فخيضات صراحه كيجيو بريوات رطبين في الماكله ديالهم. الا درتو الصدر حتى هو مزيان. صافي نحيدوا هذوك القطع ديال الدجاج اللي عندنا. كيف ما قلت لكم حيدوا هذيك البصله ما تهزوهاش مع الدجاج ديالكم. وغادي نضيف واحد نص معلقه ديال القرفه. علاش ما ضفتش انا معلقه اولا نص معلقه عامره مزيان ديال القرفه في الاول؟ باش ما تكحلياش الدجاج، يعني درت واحد راس معلقه في الاول ديال القرفه اللي طابت ليا مع الدجاج، وفي التالي كندير واحد نص معلقه في هاد البصيله هذه اللي غادي نشحرها مع معلقه كبيره ديال العسل، تكون عسيله اللي زوينه يعني ماشي داك العسل العاديه. ديروا عسيله بنينه باش كتجينا الضغميره ديالنا زوينه وبنينه. صافي غنبقى نشحر في هذيك البصيله حتى تعزل ليا الزيت على البصله كيف ما كتشوفوا معايا. ضروري تعزل هكا البصيله على المرقه باش كتجي داك التغميره معلكه وكتجي غزاله. صافي دابا غادي ندوز للدجاج، غادي نطفي على هاد التغميره وغادي ندوز للدجاج من بعد ما برد. غادي نفرتو هكا غير بيديا. صافي غادي نحاولوا نفرتو الدجاج ديالنا، ولكن نحيدوا هاد العريقات وداك العظيمات نحيدوهم ما نخليوهمش مع الدجاج. كيجي المذاق ديالهم خايب وشكل ديالهم الا حسيتي بهم هكا ما كيجيش زوين. يعني من الاحسن نديروا غير طريفات ديال الدجاج يكونوا نقيين ما فيهمش هذوك العروقه، ونتاكدوا ان العظيمات ما كاينيش حتى هما. صافي غادي نفرتت الدجاج ديالي كله، ومن بعد غادي ناخذ هذيك الضغميره كيف ما شفتوا معايا.
يعني واحد التغميره اللي كتجي كتحمق معلكه ولذيذه لذيذه بزاف. غادي نضيف عليها دوك القطع ديال الدجاج اللي قطعنا، وغادي نخلط مزيان هذاك الدجاج مع البصله. كيف ما شفتوا معايا انا التغميره ما ضفت لهاش البيض. كنفضل انني ندير التغميره ديال الدجاج بحال هكا. صراحه ما كنديرش البيض، كتعجبني هكا. الناس اللي كيبغيو يديروا البيض هكا في بسيطلات ولا في بريوات، فغادي تضيفي واحد 3 ديال البيضات، تضربيهم مزيان وتضيفهم على التغميره ديالك، وتحركي بالزربه على نار اللي تكون شويه مجهده باش داك البيض ما كيطلقلكش الماء. صافي، ومن بعد كتخلطيها مع الدجاج، اولا تخليه بسله بوحده والدجاج بوحده. غادي ندوز هنا باش نقطع معكم الورقه. كيف ما شفتوا خديت ورقه اللي طويتها هكا على جوج، وغادي نحيد لها هاد الجنيبات اللي كيكونوا ناشفين. المهم ديروا الحجم البريوات عفوا كيف ما بغيتو. انا صراحه ما درتهمش كبار بزاف وما درتهمش عاوتاني صغيورين. المهم غادي ناخذ الورقه ديالي، الا كانت ناشفه الورقه دهنوها بشويه ديال الزيت. غادي نحط كميه ديال الحشوه ديالنا ديال الدجاج. في هاد الزليفه عندي شويه ديال اللوز اللي سلقته قشرته قليته وطحنته مزيان مزيان، يعني ما بقاش هكا مهرمش، مطحون مزيان مع شويه ديال السكر، ونسمتو بشويه ديال القرفه. ما كثرتلوش القرفه بزاف لحقاش حنايا الدجاج ديالنا فيه المذاق ديال القرفه. والسكر كذلك ما كثرتش فيه، يعني المذاق ديالو جاني باين ويعني ظاهر في البريوات ديالي، يعني ما تغطاش بالمذاق ديال السكر وديال القرفه. كميه اللي غير قليله البنات ماشي كثيره، تقريبا واحد 150 غرام ديال اللوز اللي وجدت في هاد البريوات اللي غادي نشارك معكم كلهم. صافي الطريقه ديال الطي ديال البريوات راها سهله، يعني غير بشويه عليك حطي كميه ديال الحشوه، شويه ديال هذاك العقده ديال اللوز اولا داك اللوز اللي محمر ومطحون، وغادي نبقى ونطوي ويديا. ما كنزيرش بزاف باش ما يطرطقوش ليا، حيت هاد البريوات البنات انا ما غنطيبهمش في الفران، فغادي نقليهم في الزيت كيجيو غزالين غزالين بزاف، كيجيو مقرمشين كيحمقوا في المذاق. جربوهم غادي يعجبوكم بزاف. ما طيبوهمش في الفران، قليوهم في الزيت وقدموهم، صراحه كيجيو كيحمقوا. صافي من بعد ما طويت البريوات ديالي كلهم، انا هنا غير وريتكم راه كنت مازال كنطوي. صافي قليتهم، درت لهم شويه ديال العسل هكا من الوجه ديالهم، شويه ديال اللوز ايفيلي، وقدمتهم بصحه وراحه. جاو المذاق ديالهم غزال بنانين بنانين بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش حتى هما يجربوا هذه الوصفه، عاد تعجبهم بزاف. ما تنساوش كذلك تشاركوا في القناه اذا كنتوا اول مره كتشاهدوها، وتفعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا ديما بجديد الفيديوهات. خليت لكم من هنا وراحه البال، وبسلامه عليكم.